ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده اقول لكم ايه اللي حصل بعد 3 سنين من الفيديو اللي انا كنت منزله. يمكن ده يكون اكتر اصلا فيديو جاب فيوز على الشانل عندي، اللي هو الترانسفورميشن بتاعتي. ده يمكن يكون حاليا تقريبا بقالنا 3 سنين من الفيديو ده. من الاخر كده، ايه اللي حصل بعد الثلاث سنين من الترانسفورميشن اللي انا كنت عاملها؟ يعني من الاخر كده انا حبيت افتح لكم قلبي واقول لكم ايه اللي حصل بعد الترانسفورميشن دي اللي انا عملتها. اولا اتمنى اللي ما شافش الفيديو بتاع الترانسفورميشن اللي انا كنت عامله ده يروح يشوف الاول، بعدين يجي يشوف الفيديو ده عشان ايه؟ يكون ملم بالاحداث اللي انا هقولها. هحاول ان شاء الله اتكلم معاكم كل التغييرات اللي حصلت، سواء اللي حصلت في السيستم بتاعك، في تفكيرك، في جسمي انا ذات نفسي. اصلا يمكن بعد الترانسفورميشن اللي انا عملتها دي ما كانش مؤشر ماشي تصاعدي دايما، يعني ما كانش المؤشر بتاعك اللي هو يا ده احنا ماشيين دايما النتائج طالعه 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 بنتحسن، لا. كان في هبوط، ويعني الدنيا كانت بتنزل شويه وبتتحسن شويه. بالبلدي كده يعني ايه، ما كانش مؤشر ماشي مستقيم يعني. وده كان يمكن بسبب حصل لي ظروف كتير قوي في الفتره دي، خلتني مثلا مش قادر التزم عن التمرين والدايت. زي مثلا انا كنت في ثانويه عامه. طبعا لما كنت في فتره الثانويه عامه دي، كلمه حق يعني الترم الثاني كله شبه ما التمرين يعني. فتره الامتحانات ما كنتش بتمرن تقريبا. وبرده كدايت تقريبا شبه الترم الثاني ما كانش فيه اي نوع من انواع الدايت، فزي ما تقول كده. ولكن يعني جيت بعدها يعني بدات ارجع. وطبعا مثلا يعني عارف فاهمين الفكره اللي هو كانت دايما السيستم ماشي ازاي، الدنيا بتنزل وتطلع تنزل وتطلع كده. انا عارف طبعا ده مش الحاجه الصح ولا دي انسب حاجه. ولكن ده انا بقول لكم ده اللي عملته، ودي كانت التجربه بتاعتي. وهي الحياه كده، الحياه دايما لا هي ابيض او اسود، دايما الحياه بتبقى ايه؟ رمادي مثلا. وبرده الحق حاليا انا مش ملتزم في الدايت بنسبه 100%. مش ماشي صح نسبه 100%. ولكن هي الفكره الواحد بيعمل اللي عليه قدر المستطاع، وده برضه نفس فكره المثل اللي لسه قايله، اللي هو الحياه لا هي ابيض ولا هي اسود، لا احنا عايشين في الرمادي. يعني مثلا انا بقدر اعمله حاليا طبعا في التمرين، بكون ملتزم، بحاول ادخل احتياجي من البروتين. طبعا للحق انا مش متتبع السعرات قوي، طبعا عارف ان دي حاجه مش صح. وطبعا دلوقتي مش باخد فترات تنشيف كامله زي مثلا كان زمان. كنت ساعتها لازم مثلا شهر، شهرين بعد مثلا كل بالك ابتدي اعمل تنشيفه حلوه ان انت تنزل نسبه دهونك ل 12 11%. حاليا بصراحه ما بعملش الكلام ده. يمكن ده بصراحه للحق يعود بالنسبه للدراسه وحياتي عامه. حاليا بصراحه انا الواحد نفسيا ولا هو جسديا قادر ان هو، وحاجه تانية انا اللي هو فاهم انت الفكره، انت متقبل شكل جسمك كده، فده اهم شيء يعني. فالفكره دي الحاجه اللي اقدر اطبقها جنب دراستي وفي نفس الوقت حياتي العامه. فزي ما تقول كده ايه، كل واحد بيعمل اللي يقدر عليه. وبرده كلمه حق، الواحد ما بقاش زي الاول يعني. بصراحه يمكن في الفتره اللي انا عملت فيها فيديو الترانسفورميشن دي، او فتره الترانسفورميشن اللي انا كنت بعملها دي، كان الواحد كل تفكيره يا انا عايز اعمل جسم كويس بس. ده تقريبا ده تفكيرك، ده الباشن بتاعك في الحياه. يمكن دلوقتي الواحد تفكيره اتغير. طبعا انت دلوقتي الواحد برضه دلوقتي انت في دماغك انا عايز احسن نفسي دراسيا، طب عايز تشتغل في حاجات كتير قوي في دماغك. ما بقاش اللي هو انا بفكر في التمرين بس. مش معنى كده ان انا اهملت التمرين، لا يعني. ولكن هي الفكره زي ما تقول كده ايه، ما بقتش انت بتفكر في حاجه واحده بس في حياتك. طب من اكتر الحاجات اللي فرقت فيا جسديا بقى كشكل جسم، الجلد. يمكن يكون بعد الترانسفورميشن اللي انا كنت عاملها دي كان في جلد زياده او ترهلات عندي زياده، اثار ما انا كنت خاسس وكده. ولكن الموضوع ده حاليا شبه راح. يعني بالبلد كده ايه، الجسم بدأ ياخد شكل وضعه الطبيعي، او بمعنى صح الجلد بدأ يرجع الالاستيستي بتاعته، بدأت ترجع تاني، فبالتالي يخلي شكل الجلد بتاعك مشدود وكده. ودي برضه نقطة مهمة جدا، عشان دايما اي حد بيخس او كده بيبقى عنده جلد زيادة او ترهلات. ولكن دي زي ما تقول كده ايه، رسالة طمأنينة لأي حد عنده المشكلة دي او لسه خاسس او هيخس او كده. ما تقلقش، يعني الكلام ده بقى عن تجربة، وانا اصلا عملت فيديوهات كتير جدا شرحت فيه وقلت يعني نبحت صوتي في الموضوع ده. كده كده بعد مدة جسمك بيبتدي يرجع لوضعه الأصلي. والكلام ده يطبق عمليا عليا، حتى الكلام ده حصل فيا انا ذات نفسي. جلدك بدا يرجع لشكل وضعه الطبيعي يعني. وطبعا الجلد بيرجع لوضعه الطبيعي ده يمكن بسبب ان انا بنيت كتله عضليه زياده طبعا الفتره اللي فاتت. وفي نفس الوقت الجلد الالاستيستي بتاعته بترجع زي ما هي مع الوقت، يعني الموضوع بيحتاج تايم. وطبعا نقطه مهمه تانية جدا حصلت فيا، جسمك بقاش يزيد بسرعه. بمعنى صح ان انت لما تاكل اي سعرات كتير او كده جسمك يزيد بسرعه جدا، لا. الموضوع ده قل عندي جدا. ده يمكن يكون بسبب ان انا عودت جسمي ان انا اكل السعرات اللي انا باكلها مش قليله قوي. وفي نفس الوقت لما كتلتك العضليه تزيد بالتالي الحرق بتاعك هيزيد. وطبعا يمكن يكون من اكتر الحاجات اللي فرحتني من فيديو الترانسفورميشن اللي انا كنت منزله، لما الاقي حد بعت لي او في الكومنتات او كده ان هو بدا دايت او خس وعمل الترانسفورميشن بتاعته. بجد دي يمكن تكون من اكتر الحاجات اللي بتبسطني من الفيديو ده اصلا. ولو اي حد عنده اي اسئله او عايز نتكلم اي حاجه في الترانسفورميشن بتاعتي او في الرحله بتاعتي او كده، يا ريت تسال تحت في الكومنتات.